السؤال الثاني، حضرتك بيئة الدواء بصفة عامة تعتبر معروفة إن إيقاعها سريع، التغيرات اللي فيها كتيرة. فأنا ممكن، أنت حضرتك بتشتغل على برودكت معين في لاين معين، ممكن في أي وقت أقول لحضرتك على فكرة أنت اتنقلت اللاين كذا اللي هو برودكت مختلف على حاجة. ممكن تكون حضرتك عامل بلان للأسبوع، تفوجئ إن مديرك اتصل بيك يقول لك فلان خلي بكرة بلد كذا بدل بلد كذا، لأن في تاسك معينة لازم تعملها. أو يا فلان أنت بقى في برودكت جديد لونش في الشركة هتبقى أنت مسؤول عنه، وهتزود التارجت بتاعك بنسبة. هتعمل إيه في مقابل للتغييرات الكتيرة اللي ممكن تقابلك خلال شغلك؟ هو كده بيقيس الفلكسبيليتي. هل انت شخص مرن وعندك استعداد لاي تغييرات وتقدر تتاقلم معاها، ولا هتبقى عندك مشكله؟ فهيبقى الرد اللي انت هتقوله ايوه يا دكتور، طبيعه الميديكال ريب لازم يبقى مرن، ويبقى يقدر يتاقلم على اي تغيير يقابله. وطبيعي يا دكتور ان ممكن يكون مديري يكلمني ويقول لي غير البلان من مكان كذا لمكان كذا، لان هو شايف هو ده الانسب، او في تاسك معينه محتاج ان احنا نعملوها بكره. فده طبعا ما فيهوش مشكله، ويجب استجيب ان انا بطلب المدير واعمله ما دام في مصلحه الشغل. بجانب يا دكتور ان لو مثلا قالوا لي ان انت هتتغير او هتتنقل من لاين معين للاين تاني برودكت مختلفه، لازم استجيب لحاجه زي كده، ولازم اثبت نجاحي، لان الناجح يا دكتور بينجح في اي مكان. معنى ان انا قدرت انجح في اللاين بتاعي في البرودكت بتاعتي، وبالتالي اقدر انجح في اي لاين وفي اي برودكت. الحاجه الثالثه، فكره اللي انا هيقولوا لي مثلا في لونش معاك جديد المفروض هتبقى مسؤول عنه وهيزود التارجت، ده المفروض حاجه تفرحني. معنى ان في لونش يعني الشركه البرودكت بتاعتها بتزيد، الشركه بتكبر، في حاجه ايجابيه المفروض تفرحني، ولازم اثبت نجاحي في اللونش واقدر ابيع منه في اقل وقت عدد كبير عشان يثبت نجاحي، ويبقى اي نجاح دي يعتبر يتنسب لي، لان ده اول حد يشتغل على البرودكت ده هيكون انا. فده هيبقى الرد الانسب في حته التاقلم مع التغييرات، واللي انا يبقى انا ما عنديش اي مشكله في حاجه زي